وأجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر، وقبل الحسن في فمه وقبل الحسين في عنقه، ثم قام وهو يحملهما وبدأ الخطبة من جديد: الحمد لله رب العالمين، وبدأ الخطبة الثانية وخطب. فذهب مولانا الإمام الحسين إلى أمه الزهراء صلوات الله عليها وقال: يا أماه شمي فمي. فشمت فمه. قال: أرائحة فمي متغيرة؟ قالت: لا يا ولدي، أشم المسك، أشم من فمك المسك. قال: إن أبي، وكانوا الاثنين يقول